شايفين الجمال؟ تعالوا نعمل احلى مسخن فلسطيني تحفة وسريع جدا ووصفة سهلة للغاية. لو اول مرة تشوفوني انا اسمي هدير، ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نشوف مكونات وصفتنا النهاردة. دول حوالي 4 كبار بصل ابيض جوليان متقطع بالشكل ده تحفة، شرايح رفيعة. تعالوا نشوف بقى البهارات اللي معانا: ملح، فلفل اسود، سماء، بابريكا، ال7 بهارات. طبعا معلقة كبيرة من كل شيء، وحوالي عصرة ليمونة كبيرة، يعني الليمون الكبير الاصفر، وربع كوباية من دبس الرمان هينقلها في حتة تانية خالص، ونص كوباية زيت زيتون. الوصفة هنا معتمدة على المزازة واللي هي الطعم الحمضي اللي هيبقى للفرخة او الفراخ عموما. هبتدي ان انا بقى احط المكونات كلها مع بعض: الزيت على الدبس على الليمون على البهارات، كله قلبيها كده في بولة او في كوباية اللي يريحك. جبت البايركس بتاعنا وحطيت الطبقة اللي تحت الارضية البصل بتاعنا اللي احنا قطعناه، لان انا المرة دي هستعمل كمية كبيرة من الفراخ فكترت الكمية. لو الفراخ عندك قليلة او مثلا فرخاية واحدة، بس انا عاملة ما شاء الله 3 فرخات، فانتي لو هتعملي فرخة واحدة او 2 فانتي قللي في الكميات. اوكي، بدأت هنا ارص الوراك. طبعا الفراخ بتاعتنا مغسولة ومتنضفة وزي الفل. انا عامله لها محلول كده بضيفه في الفراخ قبل ما اتبلها او اول ما اعمل لها اي حاجه. هو بيبقى عباره عن ميه وملح وليمون وسكر وخل و5 حبات قرنفل، 5 حبات هيل، ورق لورا وقرفه. بسيبهم في المحلول ده نص ساعة كده، وبعدين بقى بشطفها وبخليها. وهنا بقى حطيت الصوص بتاعنا وقلبته كويس جدا، عملت لها كده مساج. جبنا ورق الزبدة حطيت عليه شوية مية علشان يبقى سهل كده، وانا بدخله جوه البايركس بتاعنا ما يطلعش بره، لان انا لسه هحط عليها كمان ورق الألمونيا، وهتدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة وربع، لان زي ما قلت لكم انا الكمية كبيرة وانا بحب الفراخ تطلع مهرية. وده شكلها بعد ما خرج. عايزة اقول لكم الريحة قلبت البيت كله. السماء مع الليمون وزيت الزيتون والاحماض دبس الرمان اداها مزازة تحفة. انت ممكن تاكليها بالخبز او ممكن تعملي جنبها شوية رز ابيض اللي يريحك. انا فضلت ان انا اكلها بالخبز زي ما باين عندكم في الفيديو. بصوا اللحمة دايبة دوب تحفة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين تحفة، ما كنتش قادرة اوقف. فعلا اكل رهيبة، اسهل مسخن فلسطيني ممكن تاكليه في الوصفة دي. سريعة وسهلة وما خدتش مجهود، هي ساعة زمن بالظبط كان الاكل كله جاهز. ما تنسوش طبعا اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا انتظروني بإذن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.